مين بيعمل احلى كشري في بورسعيد، شوقي ولا كشري المستر؟ دول افضل اتنين عندي، فهنشوف مين احسن واحد فيهم. المستر فتح فرع تاني في زمزم جنب المدينه الرياضيه، فرعهم الاول في مول امان في فاطمه الزهراء، جبت منه علبه صغيره ب 25 جنيه. اما كشري شوقي ليه 7 فروع زي ما هو مكتوب على الكيس كده، في 6 في بورسعيد وواحد في بحر البقر. انا جبت من فرع مرحبا نفس الحجم ابو 25 جنيه، الاتنين حجم العلبه واحد بالظبط، نفس الكميه ونفس الاضافات معاه، كيس صلصه وشطه والدقه. الاتنين ممتازين، طعمهم مختلف عن بعض، والاختلاف هنا في الصلصة. صلصة كشري المستر فيها تحس تاتش كده قرفة، وصلصة خفيفة، مش خفيفة قوام، لا خفيفة في الأكل، حلوة يعني. الاتنين جامدين، لو طلبت من أي واحد فيهم هتتبسط. وفي نهاية الفيديو افتكر ان الاكل اذواق، ممكن اللي يعجبني ما يعجبش حضرتك والعكس، والمطاعم مستواها مش ثابت وتقريبا مفيش كواليتي كنترول، عشان كده ممكن تجربتي تختلف عن تجربتك. انا ممكن اجرب مطعم يعجبني الاكل عنده، لكن لما حضرتك تروح تجربه تلاقي الاكل مش حلو، ودي حاجة بتحصل لنا كلنا. ممكن تشتري من مطعم يعجبك اكله، لما تروح تاني تطلب نفس الحاجة من نفس المطعم تلاقي طعم وجودة مختلفين عن المرة اللي فاتت. الهدف من فيديوهاتي ان انا انقل التجربه بس، ما بقولكش روح المطعم او ما تروحش، براحتك خالص، دي حاجه ترجع لك وعلى مسؤوليتك، وانا مش كسبان ولا خسران حاجه في الحالتين. خد المحتوى بتاعي على انه فرصه تشوف فيها التجربه الحقيقيه للمطعم عامله ازاي بعيدا عن الدعايه. اديك بتشوف شكل المكان، شكل الاكل، كميته، الاسعار ونظام المكان. اما الطعم ده ممكن حضرتك اللي تحكم عليه بنفسك. سلام.